صباح النور، صباح الرزق والتيسير. كي صبحتم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير. المهمات الغاليات، اش اخباركم؟ صحيحتكم؟ نتمنى يا ربي طول العمر لكم كاملات. غادي نخرج نتمشى البنات واحد شويه، ندير لا مارش لانني شحال هذا ما درتها تقريبا شي اسبوع، وانا من الناس اللي كتعجبني ندير لا مارش لانني انا كنحس براسي بخير وانا كنتمشى. نستنشقوا يا اختي الهواء النقي ونتمشى ونخليو الدم يسركيلي فينا. ما نعكزوش البنات، سيرتو دابا الجو برد، يعني ما عندناش السبب لاحقه الشمس ما هادي. نوض اختي تبرديلتك، كوني محاربه ونوضي اختي تمشاي. حنا كاين البرد شويه ولكن درت هذا الكبوط هذا خفيف هكا طويل كيجي هكا، وسبرديلتي اختي نتمشى بها، والبرات تاعتي ها هي اختي موجداها هكا نشرب فيها اميها وصافي نتمشى ونشموا الهواء ونرجعوا يا اختي نقضيو شغلنا ونديروا روتيننا. وبقاو معايا اختي النهار كامل اليوم ان شاء الله. غندير لكم هذا الميني فلوغ هكا نسميوه خفيف ظريف. ايوا هانا يا البنات، شوفوا لي الطبيعه يا اختي كي دايره. عرفتي ايام الثلج كي تكون هاد البلاصه شهوه منها، تقولي نخرج اختي ونبقى غا نسرح عيني في هاد المناظر هادو. طبيعه زعما. ايوا صافي، لا زيرو فين كانت كتقرا ساره. ايوا نتمشى يا اختي في هاد الجو الزوين اختي. والله يسال الجو غزال، ما باردش بزاف والشميشه قاده الامور. ايوا ها نتوما اختي كاع حد الطريق كامله ان شاء الله غادي نضربها كامله يا اختي. يلا يلا البنات، يلا اختي ديروا لا مارش بحالي. يلا نوضوا تونسوا، ما عرفتش فرقاش غيوصلكم الفيديو الصباح ولا في الليل يوصلكم في الليل لا غد لي عولوا انكم تخرجوا تمشاو. يلا هنا البنات درت لي فخوي دماغ. اول حاجه بعدا كنطبق الفلفله والثومه مع زيت البلديه حتى تيتشحروا مزيان، والفلفله الوان درت الحمراء والخضراء والليمونيه، ودرت لي فخوي دماغ هنايا كاملين انواع ديالهم بوزروك وكلشي صافي. مني والكرافس والملحه والبزار وشويه ديال التحميره. مني هكا كيطلق في الماء ديالو ديال الحوت، راكم عارفين كيطلق الماء. صافي غادي نضيف دابا هنا قرعه ديال المطيشه اولا مطيشه الحك اللي عندكم نتوما. صافي، وما غادي نضيف لا ما حتى شي حاجه. كيطيب هذا الحوت هكاك في ماء وفي هاد لاصوص هادي. وغادي نحمص الروز، نحمصو شويه تاع الزبده. شفتو كتيبان الحوت طالق الماء ديالو، فما لا داعي باش تضيفوا الماء. غادي نحمص الروز وغادي نضيفوا ليه بحال شكل البيضه، كتجي بنينه بنينه بزاف هاد الحوت هكا بالروز. هنا في مقيله درت البنات بحال معلقه كبيره ديال الزبده نشاري عليها، وغادي ندير الروز. بالنسبه لي انا درت هذا الروز هذا، تقدروا ديروا اي نوع ديال الروز كتفضلوا، ما ديروش بسمتي حيت ما كيجيش زوين في هذه الوصفه هذه. صافي غادي ندير القياس ديالي نص كيلو ولا كيلو الا ربع على حسب. وغادي نحمص في هذا الزبده هذه ملي تحمص عاد غادي نضيفو هنايا. بغيتي نقطع زبده نضيف الروز نقدر اللي غيكفاني. حيت هذه فيها كيلو. صافي غادي نديبها هكا ونجيبو بشي معلقه خشبيه وصافي. ومن غادي يتحمص نضيفو هنايا مباشره. كي شفتوا راه كلشي طايب، الرز دغيا هو تيطيب. صافي صافي دابا هو تحمص البنات، غادي نضيفو هنا مباشره عليه. غادي نضيف شويه ديال الصفيفره، وهي ما خصهاش تدار لان ماشي صحيه، ولكن غير باش ما يبقاش اللون في سميتو في الرز بيض. واما غادي ندير الخرقوم العادي وصافي، لان مابقاش كنطيب بها نهائيا انا، يعني ملون غذائي. صافي هكا غنزيد شويه المرق، اي مرق عندكم ضيفوه. انا كندير المرق اللي فيه خيز والكرافس كيجي بنين بزاف. صافي غادي نضيفو غير شويه هنايا بحال يتغطى الرز وصافي. وغادي نقص عليه البوطه ونخليه بشويه يطيب، ما نقلبو ما حتى شي حاجه حتى كنلقى الحبه مفركه على اختها. ها هي البنات كيجي الرز تبارك الله مفرك الحبه على اختها. وهنا درت غير البروكولي مع شويه الشوفلور يتسلق شلاضه. ايوا صافي
هنا البنات باش نتغدى صافي جات بنينه بنينه، غير جربوها البنات على حسابي والله كتجي بنينه لذيذه، لان الحوت كتعرفوا كيتماشى مع الرز وكيجي فيه واحد المذاق مغاير على المعتاد. غير ديروها راه كتجي بحال شكل البايله تماما، ما كاين حتى شي فرق. صافي من بعد البنات غادي نشرب قهوتي مور الغدا، وغادي نمشي نصايب اختي واحد الحريشه كتجي زوينه 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 بزاف. غير جربوها على حسابي. هاد الحرشه البنات كناخذ تما مقياس ديال 3 الكيسان اولا 4 ديال السميده على حسب نتوما شنو عندكم، شحال ما بغيتو ديروا ديال الحرشه. وكندير واحد المعلقه كبيره ديال الفورس، غير ديروا ديك المعلقه الكبيره الفورس راه ضروريه باش كتعاونكم في ان الحرشه كتجمع ليكم وكتجي كتجي القياس ديالها زوين، يعني ملي كتكون طيب في المقله ما كتشتت ما حتى شي حاجه. هذيك المعلقه الفورس راه كدير الدور ديالها. صافي غادي ندير تما معلقه ديال خميره ديال الحلوه، وغادي ندير كذلك قبصه ديال الملح على حسب الذوق من طبيعه الحال. ولا بغيتو ديروا الفاني ديروه. هنا كنخلط النواشف هكا مزيان حتى كيتجانسوا زعما يتخلط كلشي مزيان، لان ملي كنضيفوا الماء ما كنبقاوش نعجنوا فيها البنات، راه كنديروا غير صبيعاتنا باش كنجمعوها، ما تعجنوهاش نهائيا. ما خصناش السميده تطلق هذاك النشا اللي فيها، خصها تبقى هكا. صافي الخميره اللي بغات دير المعجونه ديرها كما درت انا، واللي بغات دير بالحق حتى تخلطوها في واحد الكاس ديال الماء وديروها باش ما تبقاش محببه لكم في السميده، لان كما قلت لكم راه ما كتعجنش، يعني خصها تكون دايبه. سينو اللي عندها الخميره الاخرى الفوريه حبيبات ديرها يكون احسن. عندي تما واحد الكاس مخلط ديال الزبده والزيت، هذا كاس العنبه البنات اللي انا دايراه نفس القياس ديال العنبه تماما. كنبسبس هذاك الخليط مزيان حتى كيدخل داك ليدام في السميده كامله. ضروري هاد المرحله هذه كل شيء السميده ديالكم تكون داخلها الزبده والزيت هكا باش كتجي مفركه وكتجي مدايره، ما تجيش معجنه، لان فيها هذيك المعلقات الفرص حاولوا ما امكن باش ما هكا ما تجيكمش معجنه، لان هذيك المعلقات الفرص راه هي اللي قلت لكم كتعطي واحد القوام زوين للحرشه. صافي من بعد ما دخلت ليها الليدام ديالها غادي نضيف ديك الخميره اللي وريت لكم انا ذوبتها هنا في الماء، ضروري تذوبوها، واللي عندها حبيبات يكون احسن. صافي وغادي ندير واحد المعلقه ديال العسل البنات. ما تنساوش البنات اللي بغات دير سكر سنيده ديرها واحد المعلقه صغيره ولا كبيره ديروها زياده على العسل. صافي غادي نخلط هنا بالماء اللي هو عادي بحراره المطبخ، ما سخنتوش ماشي بارد عاوتاني. دابا راه الجو بارد البنات، اللي عندها الماء بارد ولا الكوزينه بارده دفيه واحد شويق دفيه، ولكن يجي معتدل، يعني راه ماشي يجي داك دافي ديال العجينه بحال اللي كنعجنوا به الخبز. هنا البنات الماء على حسب العجينه اللي عندكم، الخليط ديالكم شحال عندكم في ديال السميده 3 الكيسان 4. وشفتوني راه انا كنخلط غير بالصبيعات، غير بالمقدمه ديال الاصابع، غير بحال كتروني وصافي ما تعجنيوهاش نهائيا. تما كندير في واحد البلاطو ولا في سطح العمل اللي عجبكم سميده، وكناخذ هنا القياس ديال نقيس ديال ايدي ديال هذاك السيركل اللي عندي باش غادي ندير به حريشات صغار. اللي بغات ديرها كبيره ديرها كبيره كتجي زوينه وكتجي احسن ما تبقاي تلعبي بها هكا صغار، غير هكا فرديين كتجي عاوتاني احسن باش اللي بغى ياكل تياكل قياسو، ما تبقاش لك الحرشه دايره. حتى لا شاط لك ديرها اختي في الفريغو وجبديها نهار تبغي تفطري بها تلقايها واجده. هنا كناخذ كيف ما شفتوا هكا غير كنلعب بها بايدي، راه ما كنقيسهاش البنات باش انني نعجنها. صافي وكنمرمغها في داك السميد رقيق حتى هو، كنقادها هكا شويه في ايدي ونديرها في المقله اللي كتكون سخونه. المقله تكون ثقيله تكون احسن. صافي وكنضغط عليها بهذاك الغطايه ديال داك السيركل صافي، وكتجيني مقاده زوينه ما فيها حتى شي مشرطات زعما من الجناب ولا شي حاجه، وكتجي كلها قياس واحد حجم واحد وكتجي زوينه. صافي اختي هذه اسهل هذه ديرها في الدقيقه 90 اخر ما تكوني بغات ديري صافي نوضي خلطي لك اختي حريشه وديريها ساهله ما كاين مسهل منها. ان شاء الله غادي نبقى نبارطاجي معكم هكا دوك الوصفات اللي كيكونوا ساهلين ما كيكلفوش لا الوقت ولا حتى الجيب علاش لا، يكونوا اسهل ما يكون فيهم لا في الخدمه ديالهم ولا في فلوسهم. هنا حاولوا غير معها البنات بالمهل، انا شفتو انا كيف دارت ليا، ولكن ماشي مشكل دغيا تقادوها. كديروا القياس في هكا ديال 4 5 6 على حسب المقله ديالكم شحال عندكم فيها، وكتستمروا بهذه العمليه حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم. هنا كنقلبها تخليوها طيب شويه، ماشي مباشره ديروها تقلبوها لا حتى تحسوا بها طابت شويه عاده باش قلبوها البنات. صافي وصافي هانتوما ساليتوها. غادي نرافق اختي مع واحد البريريد ديال اتاي، وساره قالت لي ماما عطيني نصايب انا حريشه.
دائما واش نتوما عندكم الوليدات صغار هكا كيقول لكم عطوني مسمنه نصايبها انا الاخرى عطيني نصايب الخبز فاش كتقرصوه للفران كيقولوا لكم عطيونا شويه العجينه نلعبوا بها. انا صراحه عندي مهووسه بالعجين، كتموت على العجينه. عطيت ليها حتى هي وحده ودارتها صغيوره، طيبتها ليها زعما في الاخر ما كلاتهاش حيت قلت لها جاتكم مدقصه ما عجبهاش الحال نقولها جاتكم مدقصه. المهم كنشجعهم وصافي، كنديروا لهم خاطرهم وصافي. صافي هذيك الكميه الاخرى اللي بقات عندي صافي غادي نديرها حتى هي، وغادي نقدم في التبصيل ديال التقديم. وغادي تكون اختي الحريشه ساليناها وجات بنينه وجات ناجحه، اللي ما عمرها دارت الحرشه غير تنوض اختي جربيها ديريها طريقتي انا وغترحميني عليها، لان فريمون كتجي زوينه زوينه ناجحه 100%. صافي طاب الماء تما غادي نعمر واحد الكاس ديال اتاي اختي كتجي مشحر. هو صافي درتو يمكن باللويزه. البرد هذا اختي بغات عا شي كاس اتاي نيت وشي طرحه ديال البوشيه اختي مرطب بالزبده البلديه وفيها الزعتر والملحه. يا سلام، راه البرد تيجيب لكم غير بحال الكوتي هذا ما كيجيبش الشهيوات اللي على بالكم، صافي كيبغي غير بحال هكا. صافي هادو اخر وحدين طابو كيف ما شفتوا. والحرشه ديال ساره راه هي خليتها لها في المقله ما عطيتهاش ليها. وصافي اختي كاس ديال اتاي مشحار يستاهل فمكم. مرحبا بكم، ونتمنى ان تبارطاجيو لي الفيديوهات ديالي. الا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال ديروا لي لايك وخليوا لي شي تعليق. قلوبه قلوبه يا اختي قلوبه من دوك القلوبه الزوينين ديالكم والتعاليق الزوينين. يلا السلام عليكم.